بعد إقدام سلطات جنوب أفريقيا على احتجاز سفينة مغربية محملة بالفوسفات، خرجت حكومة العثمان اليوم الخميس عن صمتها بهذا الخصوص، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن المغرب يوجد في وضعية سليمة من الناحية القانونية. وقال الخلفي خلال جوابه على أسئلة الصحفيين في الندوة التي عقدها اليوم الخميس بالرباط بمقر وكالة المغرب العربي للإنباء: نوجد في وضعية قانونية، مضيفا أن مناورات الخصوم سيكون مصيرها الفشل. وكانت سلطات جنوب أفريقيا قامت أمس الأربعاء على احتجاز سفينة مغربية تحمل 50,000 طن من الفوسفات متجهة إلى نيوزيلندا بسبب مزاعم تقول أن الجبهة الانفصالية البوليساريو تقدمت بشكوى لدى إحدى المحاكم بجنوب أفريقيا. لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولتتوصل بكل جديد اشترك الآن واضغط على الجرس، وشكرا.